ابن الريال مدريد بيقود منتخب بلده إلى نهائيات كأس العالم، ولاعب برشلونة القادم بيطلع منتخب بلاده من فضيحة تاريخية وبيبعدهم عن كأس العالم بعد ما كانوا سعيدين سابقا. وبقول لكم ليش كانوا سعيدين. طبعا عاجل أخي المواطن، منتخب بإيطاليا لثالث مرة على التوالي خارج كأس العالم بعد خطأ باستوني لاعب برشلونة القادم. ارتكب خطأ ما ممكن ولا أي لاعب يخطئه في الشوط الأول، مما جعل الضغط على فريقه وعلى منتخب بلاده في الشوط الثاني، بعد ما كان منتخب إيطاليا قبل القرعة سعيد جدا لأنه إجا ضده البوسنة والهرسك وليس ويلز. ولكن البوسنة والهرسك بيحسم الانتصار وبيطلع إيطاليا بفضيحة كبيرة، وهذا المتسبب الأول، على عكس أردا جولير ابن ريال مدريد يلي رجع منتخب تركيا إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 24 سنة. آخر مرة شاركوا فيها في مونديال 2002.